مساء الخير عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحه والعافيه. جيت لكم بقصه اللي زوينه بزاف، احداث مشوقه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم. انا سميتني نيرمين. انا تربيت في واحد الاسره اللي ميسوره. الاب ديالي والام ديالي كانوا بجوج خدامين، وكنت انا الكبيره في الدار. كان عندي خويا واحد صغر مني، وكنا كاملين متفاهمين. بابا كان متفاهم مع ماما ورباونا بواحد الطريقه اللي زوينه، رباونا بالحوار. غنقول لكم، كانت حياتنا مثاليه. ما غنقولش لكم ما كانوش كيكونوا عندنا مشاكل، بالحق داكشي كان بسيط، وكان بابا داغي كيتصالح مع ماما. عشنا في دار فيها الدفء الاسري. واش غنقول لكم، انا كملت قرايتي وشديت البكالوريا، درت لافاك وقريت الماستر. الحمد لله ملي قريت الماستر جبته بامتياز، ودخلت خدمت في واحد السوسيتي اللي كانت كبيره بزاف. كانت شركه عندها علاقات كثيره مع دول خليجيه. واش غنقول لكم، مشيت 4 المرات لدبي. دبي اللي حمقاتني بزاف. واحد النهاريات جاني واحد العرض العمل في دبي. غنقول لكم، كان العرض مغري بزاف. منين تشاورت مع بابا وماما شجعوني. مشيت انتقلت لدبي، عشت فيها تما 3 سنين. كانوا بزاف ديال الطلبات الزواج ليا. انا كنت رافضه، حيت كنت مركزه غير في خدمتي. انا ما بغيتش نتزوج، كنت كنقول باقي الحال عليا، حيت انا ديك الساعه كنت يلا عندي 25 عام. واش غنقول لكم، كما قلت لكم الطلبات كانوا كتارين بزاف. انا كنت كنفكر ان شاء الله لا جاب لي الله شي راجل يكون مغربي. عمرني فكرت نتزوج بخليجي، حيت كنت كنقول هذه غير اكسبيريونس بغيت ندوزها في هاد الدوله هادي، وبغيت نرجع لبلادي نستثمر تما بها وندير شي مشروع. هذا هو الهدف ديالي من مشياني للخليج، ولكن ربي حنتني. كنا تما كنتعاملوا مع بزاف د الشركات، وكان واحد السيد في واحد الشركه اللي معروفه بزاف، كان ديما كيدير معنا اجتماع. لو ديت كنا عندنا معاه واحد الشراكه. واش غنقول لكم، داك السيد النهار اللي شافني ما حيدش عينيه مني، كان لاباس عليه. هادشي اللي عاودوا لي عليه، حيت النظرات ديالو جذبوني ليه، حتى انا حسيت شي حاجه من جهته. مره على مره كنا كنتشاوفوا، ما كناش كنشوفوا بزاف، وهضرتنا كانت غير في الخدمه. واحد النهاريات طلب مني نتلاقاو انا وياه في عشاء عمل. انا جاني داكشي ما هواش، حيت حسيت بان كاينه شي حاجه، حيت دوك النظرات ديالو كانوا باينين اعجاب. مشيت تلاقيت به. مني مشيت تلاقيت به فعلا جبد معايا واحد الموضوع ديال واحد الخدمه بغاني نخدمها ليه، وديك الساعه غير خلصني عليها، حيت انا كنت كنفهم بزاف ديال الحوايج، حيت كان هذاك هو الدومين ديالي وهذاك الشيء اللي قريت. انا وافقت، نضنا هضرنا على السعر باش غنخدمها ليه. اش غنقول لكم، من بعد قال لي بانه معجب بيا. انا تفافيت وما لقيت ما نقول ليه. حاولت نتهرب منه على وديت، قلت ليه حنا اليوم جينا بعشاء عمل، ما كاينلاش نهضروا في امور شخصيه حيت ما بيناتنا حتى حاجه. هو قال لي انا باغي تكون بيناتنا شي حاجه. قلت ليه مهم، انا ما باغاش نتعرف على شي حد على وديت، ما عنديش فكره بان نتزوج براجل اجنبي. صافي بقى كيناقشني في هذا الموضوع هذا، قال لي علاش لا، حتى انا ما عمرني فكرت نتزوج اجنبيه، ولا اني لا تفاهمنا نقدروا نكتبوا لبعضياتنا. واش غنقول لكم، انا تزنقت وحماريت ودنيا طلعت معاهم السخونيه. وفاش كنت باغا نمشي طلب مني الرقم الشخصي ديالي. على وديت انا كانوا عندي جوج الارقام، واحد ديال الخدمه واحد الرقم الشخصي ديالي. طلبوا ليا وقال لي انا باغي نتعرف عليك ونتواصلوا في التليفون وان شاء الله نكتبوا لبعضياتنا. بقيت كنضحك وعطيت ليه النيميرو ديال التليفون ديالي. صافي ومشينا. فاش مشيت للدار بقيت كنفكر، فكرت فعلا في الموضوع ديالو، لقيت بانه هو اصلا السيد ما فيه ما يتعب، ولكن كان المشكل ديالي على وديت انا ما عمرني فكرت نتزوج براجل اجنبي، كانت شويه قاصحه عليا. قلت نعطيه فرصه ونتعرف عليه، ما ربما على وديت هو بان ليا سيد طموح، حتى هو قرا في اوروبا وجا لبلادو باش يستثمر في الشركه ديال باه ويكبرها ليه. وهي اصلا تبارك الله الشركه كانت كبيره، وكانوا بغاوني انا ندير لهم الاعلانات، حيت كان هذا هو الدومين ديالي.
ايوا واش غنقول لكم، وليت كنتواصل معاه في التليفون ارتحيت ليه وتا هو ارتاح ليا، ومن بعد داك الانجذاب اللي كان بيناتنا ولا بيناتنا واحد العلاقه اللي زوينه. ما غنقولش لكم حب، وانما ولف تيصوني ليا. ما كنتش كنخرج معاه بزاف، قليل فين كنا كنخرجوا، ولكني اش غنقول لكم كان كيحترمني بزاف وكيهضر معايا بادب وبلا باقه، وهذا الشيء هو اللي عجبني فيه. هاد التقدير اللي قدرني والاحترام اللي احترمني. منين كملت معاه الخدمه وتخلصت منه على وديت الخدمه راه خدمه. تعامل معايا مزيان. وش غنقول لكم، دبر لي على شركات اخرين باش ندير لهم الاعلانات. انا كما قلت لكم هذا هو الدومين ديالي وكان كيعجبني خدمتي، والحمد لله كنت ناجحه فيها. ايوا جا الكونجي ديالي، وداك الكونجي ديالي كنت هابطه فيه المغرب باش نشوف الوالدين ديالي حلا وديت توحشهم. كل عام كنهبط. ايوا منين جا الوقت ديال الهبوط ديالي، السيد فحال ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، السيد ما سخاش بيا، ما قدرش كاع على فراقي. بقيت كنضحك، قلت ليه راه غنبقاو نتواصلوا في التليفون وشهر ما دا ما جا وغنرجع. قال لي شوفي، انا غير غتوصلي تما غنخطبك من عند داركم، غنخطبك في التليفون، وديك الساعه الا بغيتيني نجي. قلت ليه يكون خير. ايوا هادشي اللي كاين. انا مشيت موجده الكادويات اللي ديت لدارنا، حدي جلست مع والديا واحد اليومين وفتحتهم في الموضوع. هما كانوا شويه مترددين حيت هما ما كانش عندهم فكره بان نبقى عايشه بعيده عليهم، على وديت انا هي البنت الوحيده اللي عندهم، وكاين غير خويا صغر مني تا هو كيقرا في البكالوريا. داكشي اللي كان. ايوا نطلبني من عند الوالد ديالي والوالده في ابل فيديو. الوالد قال ليه مرحبا، جي انت والاهل ديالك مرحبا، تشرفونا. درنا واحد 15 يوم وغيجيو. داكشي اللي كان. كنت كنهضر معاه انا يوميا في التليفون، كان كيوجد لي الهدايا اللي غيجيب ليا، واخا انا قلت ليه ما تكلفش على راسك، ولاني ما خلى ما جاب ليا طقمات ديال الالماس. وما نكذبش عليكم، تهلا ليا بزاف والديا، حتى هما ما خلى ما جاب ليهم. ايوا جاو يخطبوني عائلته، الوالده ديالته حسيت بها بحال مصدومه ولا متفاجئه، ولا ما كانش كتظن بان ولدها غيتزوج. ولكن جات مع الوالد ديالو ما جا واحد الخوه واختو والوالده ديالو وواحد ولد عمو. ايوا منين جاو فرحنا بهم وكبرنا بهم حتى حنا ودرنا لهم داكشي هماوي. كما كتعرفوا حنا المغاربه عزيز علينا التهويل، وتبارك الله بلاد الخير. تخطبنا خطبه رسميه وقرينا الفاتحه واتفقنا بان غنديروا ضرب الصدق ان شاء الله في الخليج، ما غنديروهش في المغرب. كان قال بابا وماما غنقطع عليكم واجي وان شاء الله نضربوا اللاكت عندنا. وداكشي اللي كان. صافي اتفقنا بان غنضربوا العقد تما. جا بابا وماما، ضربنا العقد، درنا حفله زوينه، درت نكافه تما في الامارات مغربيه، لبست لبسات مغربيين. انا ما درتش عرس كبير حيت انا ما بغيتش، قلت لي غنديروا غير حفيله. درنا حيت كان عندهم واحد الفيلا دايره بحال القصر، درناها تما، عرضوا على عائلتهم على حبابهم، كانوا هما الاماراتيين. اش غنقول لكم، متواضعين بزاف وزوينين بزاف وكيتعاملوا في الحقيقه. فرحوا بيا عائلته بزاف بزاف. واخا كما قلت لكم ماما حسيت بها واخا هكاك ما فرحاناش من القلب، ولاني ما ديت ما جبت. اما خوتو كاملين كانوا فرحانين بيا، وعيالات خوتو حتى هما كانوا فرحانين بيا. زعما ما حسيت حتى حاجه من غير الوالده ديالو. ايوا قلت الله يكون في العوان، حتى هي كانت بغات لي شي وحده من بلادهم. ما كان زعما ما كانش زعما دايره في بالها بان يتزوج مغربيه، وخاصه السمعه اللي كيهضروا علينا حنا. واحد السمعه اللي عاطينها لينا شويه خايبه في الحقيقه. ماشي كاع المغربيات خايبات ولا فاسدات ولا سحارات، ولكن المغربيات راه كما كنقول كانوا كيسحروا بالافعال ديالهم اللي زوينه بزاف. يعني هذاك هو السحر اللي عندهم على وديت المغربيه، كتوقف مع الراجل ديالها وكتصونو وكتقدرو وكتعطيه القيمه. واش غنقول لكم، مشاو بوالديا وعشت انا وياه ودوزنا شهر العسل في المالديف، وكان شهر العسل اللي رائع بزاف. انا اللي اختاريت المالديف. رجعنا في حالاتنا، ولكني تفاجأت بانه طلب مني واحد الطلب. بالحق طلبوا مني فاش كنت انا وياه كنعقدوا القران، طلب مني بان نحبس الخدمه، وقال لي بان ما غيخصك حتى خير، وداك الصالير اللي كنتي كتاخدي غنبقى نعطيه لك. انا وافقت، ومني تشاورت مع دارنا قالوا لي
لي صافي وافقي تبارك الله ما خاصو حتى خير، ما كاين خاصك تولدي وتربي وليداتك. ايوا ملي حبست بالخدمه وليت مقابله الزوج ديالي وكنت كنعاونو مره في الخدمه بحال هكا في الدار، لا بغى شي حاجه كنعاونو. هذا اللي كاين. سكنت مع الوالده ديالو، كنا حنا وعيالات خوتو كاملين ساكنين، كل واحد فينا كان عنده بحال السويت ديالو. اش غنقول لكم على وديت الفيلا كانت كبيره بزاف، راه انا بعدا ما كنشوفهاش فيلا، كنقول هذا قصر على وديت. كانوا عندهم واحد الفيلات هما عندهم كبارين بزاف، كل واحد عنده بحال دويره في وسط داك الفيلا، فيها كل شيء، فيها كوزينه صغيره داخله في واحد الصالون، فيها بيت النعاس، فيها حمام ودوش. اش غنقول لكم، كانت الدنيا زوينه وكان الكبار وخدامات، زعما ما كنت لا كنضرب سماره لا والو. كانوا بزاف الفلبينيات كيخدمونا وكل واحد عنده ديالته، وانا كانت عندي فلبينيه ديالي اللي كانت كتخدمني. ايوا اش غنقول لكم، مو في الاول كما قلت لكم كانت حسيت بها ما هياش، ولكن الحمد لله مع المده بدات كتعرف عليا، ارتحت من جهتي وليت عزيزه عليها. ايوا الحمد لله كانت اموري كامله هانيه، وليني فين غيكون المشكل في الوليدات. ربي ما عطانيش الوليدات، صبرت العام الاول معاه، العام الثاني وانتم راه كتعرفوا الخليجيين كيحماقوا على شي حاجه سميتها الوليدات. وكنت كنشوف الدار عامره بالوليدات وكنقول راه ما غيردوا وما غيجيبوا معايا. ومع هذا كانت الوالده ديالو ديما كتسولني وهو حتى هو ديما كيسولني، وليت كنحس براسي مضغوطه ما نكذبش عليكم، ولا هذا الامر هذا كيوترني. ايوا مشيت نشوف الطبيب، كيقول لي اطباء ما عندك والو، حتى هو مشى دار التحاليل شاف الطبيب قالوا لنا ما عندكم والو. بقينا كنتسناو كما قلت لكم، تسنينا العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، صافي بدات الهضره من خواتاتو. هي ما كانش كتقدر تهضر، ولكن راه ضروري غتهضر. بدات الهضره بان ضروري خاصك وليدات، خاصك دابا دير شي حل، وراك تعرفوا شنو هو الحل بانه يتزوج. وهما تما في الخليج راه عندهم عادي يتزوج وحده وجوج وثلاثه وربعه. واحد النهاريه جات عندي مرت الوسيم، حيت عيالات الواسي كاملين كانوا بحال صحاباتي وخواتاتي، كنت حاطه عليهم الراس، كنا كنخرجوا مجموعين، وكانت عندنا واحد العلاقه اللي زوينه بزاف، وكانوا ولادهم هما ولادي. ايوا جات لعندي مسكينه وقالت لي غير سكتي، راه خالتي كتقلب شي وحده تزوجها لراجلك. ايوا غير سكتو يا البنات. منين قالتها ليا الماء نشف ليا في الركابي، عرفتي طلعت معايا واحد السخونيه اللي ما نقولش ليكم، قلبي بدا كيضرب في 190. ايوا اش غنقول لكم، قلت ليها ودابا اش غندير انا؟ قالت لي ما عندك ما ديري، رفضي بانك تزوج من العائله. قالت لي اختاري ليه من الاحسن نتيا. قلت ليه انا ما نقدرش نختار ليه، اللي بغاو يديروا، انا ما عندي ما ندير، كو غير زادو صبروا، هادشي راه ماشي بيديا. وزيدون التطبيب ما قال لي بان عندي شي مشكل. ايوا قالت لي راكي انتي عارفه هنا عزيزين عليهم الولاد. ايوا سلمت امري الله وخليت الامر هكا غادي. واحد النهاريات غتفاتحني خالتي في الامر، قالت لي بان راه قررنا باش نزوجوه. ايوا قلت ليها اش غنقول لكم، ديروا اللي بغيتو. هو منين دخلت لبيتي جا لعندي وقال لي اش غنقول لك، انا ما باغيش ولكن ما نقدرش نرفض. بقيت غير ساكته وكنقول لي ما تقدرش ترفض. ايوا داكشي اللي كان، زوجوه شي وحده من عائلتهم اللي كانت زوينه بزاف. تما هما في الامارات عندهم حتى هما الزين ديالهم في شكل. وفاش قرب ياخدها قلت ليه شوف انا بغيت نهبط كونجي لدارنا، نهبط نجلس واحد 3 شهور. قال لي 3 شهور بزاف، قلت ليه عافاك الله يحفظك خليني. صافي وافق، وضروري غيوافق حتى هو باش يدير حياته مع مراته. ايوا مشيت، بقات عليا ماما ويلي على الغدا يدي خليتيه يتزوج. قلت لها واش بغيتيني ندير؟ قالت لي تفارقي معاه، ما عندكي معاه لا دري لا دريه، صافي ما عندكي ما ديري به. قلت لها شوفي يا ماما، انا هاد السيد هذا ما شفت منه غير الخير، كيتعامل معايا مزيان، وانا ما خصنيش نكون انانيه. ضروري تا هو خاصو وليدات تبارك الله لاباس عليهم، وخاص شي حد يحمل تا هما سميتهم من جهته. واش غنقول لكم، دوزت داك 3 شهور في العذاب النفسي.
عرفتي ما نكذبش عليكم، العذاب اللي جاني ولكن الحمد لله هو ما كانش رغف عليا من التليفون. كل نهار كان كيسول فيا واخا تزوج بحال ما واقع والو، كيتصرف تصرفات عاديين. وحمدت الله وشكرته بعدا منين كان ديما موانس معايا وما نسانيش. انا قلت هذا غيتزوج ما غيعقلش عليا، بالعكس ولا كيطلبني خاصني خلاص نجي. ولاني انا قلت ليه غير خليني غنزيد عاوتاني واحد شهرين اخرى. جلست 5 شهور حتى جا هو اللي جابني على وديت صافي. انا ما بقيتش باغا نطلع، ولاني هو قال لي تعطلتي بزاف ومي كتسول عليك ضروري خاصك تطلعي. الوقيته اللي جا فيها الوالده ديالي قالت لي هانتي قبل ما يجي سيري مسدي، داتني عند دوك العيالات مسدو ليا وخديت داك الاعشاب. وقالت لي مربى ما تحملي. توكلت على الله ودرت داك الشيء. تا انا واخا انا ما زعما ما كنامنش بهذا الشيء هذا، ولاني قلت نامن به نمسد وندير داك الشيء عاوتاني ديال الطب البديل اللي كانوا كيديروه جدودنا شحال هادي. منين جات لقيت انا وياه في لوطيل، ما بغاش يجي لدارنا على وديت بحال كان محرج منهم وحشمان. تلاقيت معاه في لوطيل عاد كي جبتو انا قال لي بابا راه عادي هادشي هذا، المهم حنا اللي غنوصيوك على بنتنا تعامل معاها مزيان وكنتمنى الله يسخر ليكم. منين مشيت لتما ما تلاقيش مع مراتو، ولاني لقيت عيالات لواسي عاودين لي عليها قالوا لي واحد الخطيره. خرجت لينا هم من الجنب ما كتحملش فيهم الشعره متكبره حاسه براسها حيت كانت زوينه. ورجعت وكما قلت لكم داروا لي واحد النهير للاستقبال ديالي. عجوزتي فرحات بيا ما نكذبش عليكم، وكان داك النهار غتجي مرت راجلي تتعرف عليا. اش غنقول لكم، انا ما كنتش مرتاحه بمره، كان قلبي كيضرب وكنت متوتره بزاف واش غنقول لكم. وداك النهاريات جات لبست انا داكشي مغربي وهي جايه مقاده ولابسه اللباس ديالهم وكلها مزرزره بالذهوبات والالماس، حتى هي قالك بنت عائله لاباس عليهم. فاش شافتني وشفتها عرفتي ضربات فيا واحد الشوفه بحال شي فرد طرطق فيا. شوفتها انا كل اللي كان فيبري هو مسكين. غنقول لكم خرج ما بغاش يحضر لداك اللقاء الاول اللي بيناتنا. المهم تسالمنا. السيده انا وفاتها غير كيصوتو كيحسب لها انا شي خويبه، ولاني الحمد لله انا ربي عطيني انا صوره زوينه وكنت تبارك الله طويله وشعري طويل وكحل ومسبسب وتا هي كانت زوينه ما نكذبوا على الله، كنا بجوجين زوينين. واش غنقول لكم، ما حملاتني ما قبلاتني. جات وهي تبشرنا بواحد الخبر اللي انا صدمني. قالت لينا بانها حامله. انا عرفتي بحال شي حاجه دخلت لي في قلبي، تغرسات لي في قلبي شوكه. ماشي ما بغيتش ليها الخير بالعكس، ولاني انا هادشي هذا جرحني بزاف. كيفاش السيد اللي كنبغيه سنيت نولد ليه انا ويكون وليداتي معاه كيولد من مرة واحده اخرى، جاتني قاصحه وما نكذبش عليكم بانت لي في وجهي، ولاني ما عندي ما ندير هادشي اللي كتب عليا الله. واش غنقول لكم اخوتي، ما دوز غير واحد الشهر تا وليت كنطيح وكنجي على راسي. واحد مرت لوسي قالت لي خاصكي ضروري تشوفي الطبيب. قلت لها عرفتي شنو، خلي هادشي هذا بيناتنا ويلا نخرجوا انا وياك نديرو بحال غنمشيو نتغداو شي حاجه ونمشيو للطبيب انا وياك. داكشي اللي كان ناضو قالوا لي خاصك ديري واحد التحليله ديال الدم. المهم درت ديك التحليله ديال الدم، قالوا لي ساعتين وتخرج ليك حيت درناها سريعه. ملي خرجت لي كانت الصدمه العظمى، لقيت راسي حامله. واش غنقول لكم يا خوتي شحال فرحت، عرفتي بحال ربي عوضني خير. اش غنقول لكم، بكيت من الفرحه، بكيت 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 بكيت. كان ديك الساعه راجلي يلاه تزوج شي 5 شهور ولا ما عرفت 6 شهور. عرفتي راه جاتني واحد الصدمه لدرجه يا ربي تسمح لي بقيت كنقول لكم غير تسنى. واش غنقول لكم، هو فرح واحد الفرحه اللي ما فرحهاش معاه هي. وكانت واحد الفرحه كبيره. وشنو داروا لي عائله راجلي، احتفلوا بيا وفرحوا ليا وكبروا بيا. اش غنقول لكم، عرفتي واحد الفرحه كانت كبيره بزاف ما نكذبش عليكم. نساتني كاع كلشي، اي حاجه خايبه نساتني. والحمد لله حملنا انا وياها، هي وانا قد تقريبا فوتي وقيله غير بالسيمانات. هو كيقول الحمد لله ربي عوضني خير، ولاني هي
غنقول لكم كان ديما كيتشكى ليا منها، ولكن ما كنبغيش انا نهضر معاه في الموضوع. الا وديت انا قلتها ليه، قلت ليه شوف باش نبقاو زوينين ما تبقاش تعاود ليا عليها ولا تهضر ليا عليها، دير بان ما كيناش باش انا ما نمرضش. ولكن هو ما كانش مرتاح معاها لدرجه دوزت عليه داك الوحم ديالها كحل كحل. انا اش غنقول لكم، كنت كنوض لتشهيت شي حاجه كنطيبها، وخات انا جاني الوحم صعيب راه كنت كندير الكمامه. وش غنقول لكم، هي كانت باغا تجي تسكن معانا، ولكن هو ما كانش باغي، هو كان داير لها شق راسها، وتمو ما كانش موافقه. في الحقيقه خفت من الصداع من المشاكل، ولكن هي عرفتي كتقول لي والو نجي نسكن. ايوا قلت ليه شوف، لكن هذا سبب زعما مسبب لكم المشاكل ماشي مشكل، لكن غير على وديتي انا الدنيا هاني، حيت دابا انا صافي داكشي اللي بغيتو ربي جازاه ليا. يعني ما بقيت كنفكر في حتى حاجه من غير هادشي هذا. وفعلا جات سكنات معانا. واش غنقول لكم، اش غنقول لكم على شي فلاشات دارتهم وشي تعامل كانت كنتعامل لدرجه عجوزتي لاحظات بزاف ديال الحوايج خايبين كانت كديرهم، الله يسمح ليها. ايوا وشي تبعكيك وشي تعواج وشي تخنات اللي اش غنقول لكم، كان بزاف. انا كنت كنتعامل مع عائله راجلي احسن تعامل، وتا هما، وهي كانت كتموت بالغيره من هاد الشيء هذا. انا نسيتها وحيدتها من بالي ودرتها بحال ما كايناش، ولكن هي دارتني في بالها، ولات حاضياني كتسمم معايا، كتشوف لا دخل عليا شي حاجه كتبدا تفقس. كانت كتشوف التعامل مع عجوزتي كيفاش كتعامل معايا كتبدا تفقس، كتشوف بات راجلي تا هو كيتعامل معايا كتبدا تفقس. عيالات الواسي انا ما كنتش دايها فيها، وهي دوزت حمالتها معذبه ومفقوصه من جهتي، وغي كتموت لدرجه ضعفت وصفارت ولات فيها الموت. ومنين دارت داك 7 شهور ما عرفناش كيفاش توقف ليها الحمل. ايوا دارت جنازه. ما نكذبش عليكم حتى انا بقى فيا داك البيبي حيت راه ولد راجلي. ايوا السيده عاد ما زادت داك الجهاله ديالتها. صافي السيده منين طاح لها داك الشيء اللي ولداتو داوه دفنوه على وديت السابع كان كبر شويه. السيده مرضات جاها بحال شكل اكتئاب، بقات فيا انا وحق الله العظيم. كنت كنحاول نمشي نواسيها، ولكني كانت ديما معصبه وكتصغوت وكدور فيا وكدور في اللي جا قاسها، لدرجه راجلي صافي ما بقاش قادر عليها. لدرجه قال لها سيري ارتاحي في داركم، وما بغيتش تمشي لترتاح في دارهم. على وديت صافي كما قلت لكم حطاني في بالها، وليت خايفه منها. ولاو كيقولوا لي عيالات الواسع ردي البال منها ديرها خطيره، دابا تمشي دير لك شي حاجه راه كتكرهك. لدرجه قلت لكم كرهتني واخا انا ما درت ليها والو، ماشي انا السبب في حتى حاجه، ولكن هي كتقول المغربيه سحرات ليا، وانا ربي اللي عالم بيا عمرني درت لها شي حاجه. بالعكس انا ما كنتش كنهضر عليها خايب، وكان راجلي ملي كيتشكى عليا كنبقى ساكته وكنقول لي صافي بلا ما تدير عقلك فيها راه هي حامله. وش غنقول لكم، ايوا بقاو معاها هكا كيسيسو معاها تا ولات شويه. ايوا ديك الساعه جا انا الفكاك على خير، ولت الحمد لله بالسلامه، ولت وليد. راجلي فرح به بزاف، وعجوزتي وشيخي تا هما فرحوا بيه. درنا ليه السبوع ودرنا ليه ليلته كبيره تبارك الله. ايوا هي اش غنقول لكم، داك النهار اللي ولدت انا عندها هي جنازه، كتبكي تبكي تبكي تبكي. انا واخا هكاك ما ديتش عليها وبقات فيا على ودي حتى هي مسكينه كانت باغا تولد، ومع هذا ما كنديش عليها. واش غنقول لكم، ما جاتش لعندي، ما دخلت عندي، ما هضرات معايا، ما شافتش البابي. راجلي عيا فيها كيقول لها سيري عندها سلمي عليها، ما بغاتش. انا قلت لي شوف ما تضغطش عليها حتى هي الله يكون لها في العوان. واش غنقول لكم، واحد النهاريات دازت واحد المده بدا كيكبر الوليد ديالي، وقال لي راجلي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت ليه شنو؟ قال لي بغيت نتفارق مع هاد السيده هادي. قلت لي ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، ما تطلقهاش، وحاول تتعامل معها مزيان وان شاء الله ما يكون غير الخير. دابا ما تديش عليها، هي راه مريضه، وشوف معها لا بغات تشوف شي طبيب نفسي باش يعاونها باش تنسى ولدها.
وش غنقول لكم، قال لي شوفي انا مبقيتش قادره نتحملها على وديت. انا اصلا ما عمرني حسيت معاها بشي حاجه، بالعكس انسانه حقوده وسلبيه، وديما كتجيب لي الغمه فاش كندخل عندها. ديما كتبقى تشكي ليا منك، وديما كتشكي ليا من امي وتشكي من عيالات خوتي، بينما انتي عمرك ما تشكيتي ليا من شي حد. بالعكس كلشي كيبغيك. وش غنقول لك، انا درت الغلط منين تزوجت، قلت لي شوف مكتب لينا وما عندنا ما نديرو، ودابا صبر معاها. وليت انا كنصبر راجلي باش يبقى مع مراتو. ما نكذبش عليكم، انا هادشي هذا راه ماشي ساهل، وما غنقولش لكم انا كنت مزيانه، ولا غنقول لكم انا، ولانيش غنقول لكم بحال داك الوليد اللي كنت كنتسنى عمر ليا قلبي والله العظيم. وديك الفرحه اللي فرحني الله، ولا كيبان ليا كل شيء عادي، وكي نقول كيفاش ربي فرحني وانا نغضب. وبالعكس كنت بغيت يبقى مع مرتو وما يتفارقش معها، واخا انا جاني هادشي صعيب، ولاني الحمد لله سلمت امري لله سبحانه وتعالى. واش غنقول لكم، ناضت هي بلا شقيوه عليها، هي مشات رفعات عليه دعوه ديال الطلاق، ومشات طلقات منه على وديت. قالت لك ما قادراش تحمل ليا هادشي هذا، بان ما كيعدلش بيناتنا، وبان ما كيبغيهاش وغيتزوج بها على وديت الاولاد وصافي. تفارقت معاه. واش غنقول لكم، انا بقى فيا الحال زعما من جهتها، ولاني ما كان عندنا كيفاش نديرو ليها. وتصابت لواحد القطيعه ما بين عائلتها وعائله مو، ولاني ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كتب عليهم. الحمد لله ربي عاوتاني عوضني خير، وحملت عاوتاني، حملت جوج حملات متابعين، ولدت عاوتاني بنيته، وزدت عاوتاني ولدت وليد. ودابا الحمد لله عندي 3 د الوليدات، وانا كنربيهم وعايشه مع راجلي هانيه. واخا ديك التجربه ديال الزواج ديالو زعما شي حاجه اللي كانت صعيبه وما ما تنساتش ليا، ولاني الحمد لله ربي بها عوضني حيت صبرت، وربي فاش صبرت جازاني. وهذه هي قصتي، وهذه هي حكايتي.